يعني قوية صورنا. احنا النهارده كلنا واخدين حبوب الشجاعة. بالظبط. لا بس الحقيقة سيمفونية رائعة، سيمفونية رائعة بالمصداقية والعفوية، يعني إحساس رائع وجميل. أنا يعني قبل ما نختم بكلام مسعود أنا سايبه ومفتخر للآخر عشان الفيلم ياسر الفاروق. طب اسمح لي بقى. اتفضل. هي جايه لك بنفسها. صح؟ نعم. مصر بخير. طبعا. النهارده مصر. مساء الخير عليكم جميعا. سيدنا الله. يعني استاذ جمال حضرتك كده قدمتني وقلت البهجه والكلام ده، فانا شايفه ان انا كمذيعه الاذاعه، يعني انا ياسر الفاروق من اذاعه الشباب والرياضه ثم البرامج، اقول اني لاكثر من 30 سنه بقدم برامج منوعات، فخطر كده على بالي اعمل لك برنامج منوعات على السريع، ايه رايك؟ يعني حاجه كده وليده اللحظه واجمع فيها شويه يعني من الحاجات الاساتذه الكبار يعني اتكلموا فيها. يا ريت. على موجات اذاعه ياسوبا نقدم لكم 5 دردشه مع الاعلامي الكبير الاستاذ جمال الشاعر. اهلا وسهلا. استاذ جمال الشاعر، اولا تلتزم بالاجابات السريعه لان مده البرنامج 5 دقائق. ممتاز. لماذا مسبيرو هو الاصل؟ لانه ذاكره مصر المرئيه والمسموعه. رساله لكل من يحاول ان يسحب البساط من تحت اقدام الفن المصري. تنبيه بشر. بعد أن تخطت خطورة المنصات وخاصة التيك توك تسير ممتع ويعني وشعر أم سادة وأغنيات أم عمر، وأصبحت الخطورة تكمن في جذوذ التيك توك وخاصة تلك التي تدعو شبابنا بقوة إلى الإلحاد، وده يعني شيء لا نستطيع إنكاره. هل يستطيع الإعلام اليوم أن يواجه هذه المشكلة أم نقتل رؤوسنا في الرمال؟ لا طبعا، احنا هناخد بنصيحة الاقتصاديين العقر اللي بيقول لك ايه؟ كل نفسك قبل ما غيرك يخاف. فأنا بدعو كل الإعلاميين المصريين إلى التوجه فورا لإنتاج محتوى إعلامي رقمي. إنه أنا بدل ما أبقى مستهلك للاعلام الرقمي لا ابقى انا منتج، او هو عدوي او ضدي او منافس. بالعكس، مين اللي قال كده؟ ده لابد من انشاء انتاج محتوى رقمي في كل مؤسسه اعلاميه. دلوقتي ننتج ونعمل منصات زي الصفر ده. جمال الشاعر الذي بدأ حياته كشاب منذ سنوات عديدة، مش هنقول عددها، لو هيرجع بيك الزمن في ظل وجود التكنولوجيا الحالية وفي ظل وجود الذكاء الاصطناعي، هل هتبدأ حياتك الإعلامية بنفس الطريقة ولا تعتقد إن نجاحك كان هيكون أسرع وأكثر تطورا؟ ده طبعا رغم إن حضرتك طبعا ناجح جدا يعني. لا، أنا متصور إن إحنا في فرصة ذهبية. فاكر يحيى حقي كان بيقول إيه؟ كلمة جميلة قوي. بيقول أنا سعيد جدا ومحظوظ إني ولدت في عصر صلاح جاهين. تخيلوا إيه الروعة دي؟ يعني هو يدي شهادة حبه. أنا محظوظ إني عشت في عصر صلاح جاهين. أنا حقيقة إحنا كجيل محظوظين جدا 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 إن عشنا في زمن الثورة الرقمية. وإنه أنا متصور إنه الثورة الرقمية فرصة ذهبية واستثنائية وجبارة لخروج مصر من حالة الركود والجمود اللي هي فيه. يعني لو عملنا القفزة دي قفزة تكنولوجية رقمية، الإعلام هيتغير، الاقتصاد هيتغير، الدنيا هتتغير. فأنا بشوف إن الذكاء الاصطناعي هيبقى فرصة لمن لديه ذكاء طبيعي، وهيبقى يعني نقمة لمن لا يعي كيف يدير هذه المنحة الإلهية الجبارة.
وكأن دكتور جمال الشاعر بيقرا افكار يسوبة اللي هي انا، لان السؤال التالي كان هيكون لو دكتور جمال الشاعر النهارده بيمثل مسلسل تلفزيوني عن قصه حياه امير الشعراء احمد شوقي ام صلاح جاهين، كنت هتختار مين؟ الاثنين. حضرتك اللي هتكون بطل هتكون انت شخصيا. الحقيقه اختيار صعب جدا، بس فعلا انا مؤمن ان العاميه المصريه بنت الفصحى، مش دخيله يعني، بنت الفصحى. الاجابه وصلت. يبقى طبعا صلاح جاهين. النهارده قلنا دكتور جمال الشاعر هيكتب قصه حياته، يعني هتذكر لنا 5 شخصيات مؤثره في حياتك على المستوى المهني وعلى المستوى نقول الشخصي، لازم يكونوا موجودين من ضمن اشخاص عديده في قصه حياتك. مدرس اللغه العربيه اللي كان بيستفزني ان اقول شعر يا شاعر انت شاعر لقبا ام ادبا، فكان يستفزني. وبعدين انا ما بلاقيش عنده مشكله في عيب خلقي في النطق، فكان اسمه محمد زكريا موسى، كان يقول انا الاستاذ محمد زكريا موسى. كان يتكلم كده، انت تسمع امرؤ القيس. امرؤ القيس بيقول ايه؟ مكرر بفرر مقبل معك مقبل معك كجلمود صخر حطه السيل من علي. وبعدين يقوم طالع هذا الرجل المهووس باللغه العربيه والمجنون الرائع، يقوم طالع على الكرسي وبعدين على المكتب بتاعه ويربط نفسه من على المكتب عشان يفهمنا كجلمود الفخر حطه السيل من علي، ويقوم نازل على الارض. فهذه الصوره الشعريه الحقيقه يعني هي محرضه على الابداع، فانا لا انسى طبعا هذا الرجل، لا انسى سامية صادق الاعلاميه الجباره الرائعه اللي هي شافتني في مناسبه فقالت الراجل ده ينفع للتلفزيون، وهي اللي خطبتني. وكان برضه الراجل الرائع برضه ممدوح الليثي، لانه برضه لا ينسى المواقف الرائعه، هو اللي قابلني وقال لي انت فين؟ روح قابل سامية. قلت له سامية مين؟ قال لي سامية صادق. قلت له ليه؟ قال لي مبسوطه منك جدا، شافتك في الندوه دي مش عارف ايه في الاحتفاليه وبتاع. فطبعا ممدوح الليثي كمان مايسترو، وهذا الرجل اللي هو ما يعرفناش يعني ما لناش واسطه ولا حاجه، فكان عامل حكايه لطيفه قوي في حفلات ليالي التلفزيون، كانوا بيجيبونا نذاعها، فكان الاجر اياميها 100 جنيه 150 جنيه. فرحت الخزنه فبصيت كده لقيت الاجر 1000 جنيه. فانا الحقيقه قلت للراجل بتاع الخزنه، قلت له لا ده مش بتاعتي. قلت له قال لي ليه؟ قلت له لا ده تقديم بالخزنه. قال لي ايوه 1000. المهم يعني ما بقتش مصدق، قابلته قلت له اشكرك جدا يا استاذ ممدوح. 1000 جنيه كان حاجه يعني حاجه مبلغ كبير جدا. قال لي طبعا. وقال لي ما يعني مش فلان جاي يقول لي ساويني بجمال الشعر ومش عارف امتى، لا كل واحد يعرف قدره. والمذهل ان الاسماء اللي قالها دول يعني مراكز فوق، و يعني اولاد شخصيات مشهوره جدا، فهو من ما يعرفنيش ومع ذلك شايف انه انا استحق كذا، فده هذا الرجل لا انساه. محتاجين 2 كمان؟ احنا قلنا بقى على المستوى الانساني. الانساني شوف بقى تفتكر مين؟ خلي بالك في حكومه بيوصل لها الكلام. ده تجسساتك يا ريس، ده والله يسعدني جدا. ربنا يسترك. لا طبعا الحقيقه لابد ان الانسان يعترف انه بدون نصفه الاخر عمره ما هينجح ابدا، واي نجاح على حساب البيت لا هيبقى يعني نجاح منقوص ولن ينجح. مشوار طويل من الكفاح والعمل والابداع للدكتور جمال الشاعر، تسمح لنا تبلع حبه الصراحه دي؟ اتفضل وقول لنا بقى ايهما احب الى قلبك، القلم، ميكروفون الاذاعه، كاميرا التلفزيون. من غير صعب صعب بسرعه جاوب.
قلم التلفزيون الاذاعه. منتهى الصراحة. قبل ما أختم مع حضرتك أستاذ جمال الشاعر، الناس معاك فانوس رمضان كبير، بما إننا في رمضان بين الترفيه ويعني نقول كل ليالي الجميلة، الفانوس ده بيطلع منه مال بيحقق الأحلام، هتديه لحد يحقق بيه أحلامه ولا هتحتفظ بيه لنفسك ينفعك وقت زنقة؟ لا اليومين دول هحتفظ يعني الصراحه، واليوم انا اتغيرت، يعني انا بقيت بحب الفلوس. كنت متصور ان الناس المبدعين المثقفين دول كائنات فضائيه شفافه لا تاكل ولا تشرب. فبمرور الزمن ولسعه الاسعار والحاجات، انا اقول لك دلوقتي احتفظ بالفلوس. محدش يعرف مش كده؟ يا ريت كل واحد يبقى معاه فلوس. طبعا بقى نختم على اغنيه رمضانيه، هاتوا الفوانيس يا ولاد، ونقول كل الشكر للاستاذ جمال الشاعر، كان معنا من خلال دردشه سريعه، الاعداد والتنظيم يندر فضل. الله